ايه الاخبار؟ مش كل مدير قائد، والقائد مش محتاج منصب. ده ايه الكلام ده؟ تعالى كده نفكر في الفرق ما بين المدير والقائد. المدير بيسيطر على الناس بالسلطة، وانه يخوفهم منه والخصومات والكلام اللي انتوا عارفينه ده. القائد بيخليك تحترمه، ومن الاحترام ده هو بيعرف يمشي الشغل كويس. المدير تلاقيه دايما بيدور على الاخطاء وبيلومك. القائد بيدور على حلول ويسابورت ويساعدك. المدير آه المهم الشغل يمشي، مش عايز يطور في الناس ولا يعلمهم حاجة جديدة، ده بالعكس ده بيبخل عليهم بالمعلومة. القائد بيحب الشغل يمشي، ان هو يتطور ويشوف مين شاطر في ايه ونشتغل معاه علشان الشغل يمشي احسن واحسن. وعمره ما يبخل على المعلومة على فكرة على حد. المدير في الاجتماعات اللي انت مش قاعد فيها يقولك انا عملت وانا اللي قلت لهم. القائد دايما يقولك احنا عملنا، التيم بتاعي عمل. المدير ما يحبش يكبر الناس اللي معاه لحاجتين: يا اما يخاف ياخدوا مكانه، او هو مين اللي هيشيل الشغل ويترقى. لكن القائد بقى اللي يشتغل ويطور الناس ويقول لك بص انا طلع من التيم عندي مين ومين ومين ومين. يا ترى بقى انت مدير ولا انت قائد؟